نبدأ أخبار اليوم من كرة القدم، حيث شهدت الساعات الماضية خطوة هامة على مستوى العلاقات الرياضية بعد توقيع توأمة رسمية بين النادي الإفريقي ونادي الاتحاد الليبي. هذه التوأمة تركز بالأساس على تطوير الفئات السنية وأصناف الشبان في إطار تبادل الخبرات والعمل القاعدي طويل المدى، بما يخدم مصلحة الفريقين ويساهم في صقل المواهب الشابة في البلدين. وفي سياق متصل، تقدم نجم المتلوي بطلب رسمي إلى إدارة النادي الإفريقي عبر من خلاله عن رغبته في ضم المهاجم حمزة المنصلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. هذا الملف يبقى كعادته بيد المدرب فوزي البنزرتي، الذي سيحسم القرار النهائي حسب حاجيات المجموعة والاختيارات الفنية للفترة القادمة. على مستوى التحضيرات، قام النادي الإفريقي ببرمجة 3 مباريات ودية ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي. البداية ستكون يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 بمواجهة جمعية أريانا في الحديقة ألف دون حضور الجمهور. المباراة الثانية ستجرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أمام البعث الرياضي ببوحجلة، على أن يختتم البرنامج التحضيري يوم الأحد 4 جانفي 2026 بمواجهة النادي الرياضي بحمام الإلف. وبخصوص الوضع الصحي، تعرض اللاعبان فيليب كينزومبي وحمزة بن عبدة إلى إصابة عضلية خلال التمارين، ومن المنتظر أن يخضعا إلى كشوفات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة الراحة اللازمة. في المقابل، جاءت أخبار إيجابية من أروقة الفريق، حيث نجح الجناح الأيسر الكاميروني ريان تاتاغو في إقناع المدرب فوزي البنزرتي بعد فترة من الاختبارات والتقييم الفني والبدني الشامل. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إمضاء عقد مع اللاعب بات مسألة وقت، مع التوجه نحو إشراكه مبدئياً مع فريق النخبة لمنحه دقائق لعب أكثر ومساعدته على التأقلم التدريجي مع أجواء البطولة. وفي ملف المغادرين، تشير بعض الأصداء إلى أن المدرب فوزي البنزرتي أضاف اسم بسام السرارفي إلى قائمة اللاعبين المرشحين للمغادرة، وهي قائمة تضم عدة أسماء سبق الحديث عنها. طريقة التعامل مع هذه الملفات ستكون حسب الوضعية التعاقدية لكل لاعب، حيث سيتم التفريط في بعضهم على سبيل الإعارة لاكتساب وقت لعب أكبر، فيما قد يقع فسخ التعاقد بالتراضي مع أسماء أخرى. نمر الآن إلى كرة اليد، حيث وبعد قرار التخلي عن المدرب الأول للفريق، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين النادي الإفريقي والمدرب عدنان بالحارث للإشراف على الفريق خلال المرحلة القادمة. عدنان بالحارث يعد من أسماء الخبرة في كرة اليد الإفريقية والعربية، إذ سبق له العمل كمساعد مدرب للمنتخب الوطني التونسي مع المدرب الكرواتي سعد حسن أفنديتش، كما درب القادسية الكويتي وحقق معه عدة ألقاب محلية وقارية، إلى جانب إشرافه على المنتخب الأردني سنة 2016. خبرة كبيرة قد تضعه قريباً على رأس الفريق بصفة رسمية لإعادة التوازن وتحسين النتائج. ونختتم أخبار اليوم بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الذي استهل مشاركته في البطولة الأفريقية بانتصار مستحق على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط شارك في كامل الشوط الثاني بعد دخوله بديلاً للاعب حمزة المستوري، الذي تعرض لإصابة خفيفة على مستوى الرأس. نتمنى الشفاء العاجل لحمزة المستوري، مع تهانينا لفراس شواط ولعناصر المنتخب على هذا الانطلاق الإيجابي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة اليوم. أخبار متسارعة وقرارات مهمة تعكس مرحلة مفصلية يعيشها النادي الإفريقي على جميع الواجهات. القادم يحمل تحديات كبيرة، لكن الطموحات تبقى دائما بحجم هذا الشعار.